العواف عليكم. أنا داليا سعد الدين وتخصصي التاريخ. بكمل معاكم موضوع على اسم مصر. يا ترى جت منين بقى كلمة مصر دي تحديدا؟ في علماء مصريات كتير من الأجانب بيرجحوا إن كلمة مصر دي أصلها من كلمة مجر القديمة، واللي كنت قلتلكوا عليها قبل كده، واللي معناها هو الحصن أو نقطة التفتيش، أو مدينة حدودية صغيرة حواليها سور. وبيقولوا إنه بسبب اختلاف النطق في الحروف عند الشعوب الآسيوية، فاتحول حرف الجيم المعطش ده في كلمة مجر لحرف الصاد، وبقى الاسم هو مصر. وكمان بيستندوا في رأيهم ده على رسائل تل العمارنة، واللي بيقولوا إن اسم ماسورة أو مصر على حسب النطق جه صراحة فيها. في ناس تانية بتوفق ما بين الرأيين، وبيقولوا إن ترجمة مجر في اللغة المصرية القديمة هو ماسورة أو مصر عند الشعوب الآسيوية. سواء كان ده أو ده أو دكها، فالسؤال اللي المفروض يطرح نفسه على أي حد بيشغل عقله وبيحاول يفكر هو: هي بلدنا باتساع حدودها الجغرافية دي، وخصوصا وقت رسائل تل العمارنة، واللي كانت تقريبا من 1360 ل 1332 قبل الميلاد، ودي فترة الأسرة التمنتاشر. يعني وقتها مصر كانت إمبراطورية مترامية الأطراف. فهل منطقي إن واحد يبعت لملك مصر وقتها، واللي كان هو إخناتون، ويقول له بلدك دي المتسعة ومترامية الأطراف اسمها مجر أو مصر أو ماسورة، واللي معناها زي ما قلنا مدينة صغيرة محاطة بالأسوار؟ يعني هو منطقي إن بلدنا دي بطولها وعرضها ينفع يتقال عليها مدينة صغيرة متحوطة بأسوار؟ وسيبك من إن مجر ده معناها نقطة حدودية أو نقطة تفتيش حدودية، دي كمان حتى مش مدينة صغيرة أو كبيرة جوه البلد، لأ، دي على حدود الدولة، وده باين من اسمها. عموما في مؤرخين مصريين كتير تبنوا وأخدوا الرأي ده من الأجانب. أمال ومش برضك الأجانب بيفهموا عننا وعندهم علم أكتر مننا؟